هقول لكم على أخف كيكة شوكولاتة ممكن تحضروها وتاكلوها في حياتكم، ومش هتصدقوا إنها من غير بيض ولا حليب ولا زبدة، خفيفة وهشة جدا. هكتب لكم كل المكونات تحت الفيديو، بس لازم الأول أقول لكم إن الدقيق والكاكاو لازم ننخله مرتين علشان الكيكة تطلع معانا خفيفة جدا لأنها من غير بيض. هجيب الدقيق وبعد كده أضيف عليه الكاكاو الخام الغير محلى يكون نوع كويس جدا، أضيف كمان الملح، البيكنج صودا والسكر، وأقلب بقى كويس قوي. دلوقتي معايا كوباية كبيرة من المية السخنة جدا، هدوب فيها معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، أضيف على باقي المكونات، هضيف كمان الخل والزيت، وبالهاند ويسك أقلب كويس قوي لحد ما تشكل عندي خليط الكيك بنفس الشكل ده. هتلاقوا إن القوام ناعم جدا. أجيب الصينية بتاعتي أدهنها بالزيت وأبدرها بالدقيق وأضيف كده خليط الكيك، يفضل إن الصينية تكون صغيرة. أخرج كده الفقاعات منها وتدخل الفرن درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. وبالنسبة للكريمة، أجيب الزبدة الطرية جدا أضيف عليها السكر البودر وأقلب كويس قوي لحد ما اللون يكون فاتح شوية معايا. أرجع أضيف عسل النحل وأضيف كمان الكاكاو الخام الغير محلى وأقلب، ومعايا ربع كوباية بس من الحليب بضيفه شوية بشوية لحد ما تتشكل عندي الكريمة بنفس القوام اللي انتوا شايفينه دوت. احط الكريمه على الكيك بعد ما تبرد معايا واسويها كويس جدا، ولازم ادخلها التلاجة نص ساعه قبل التقديم. وعلى ضمانتي اوعدكم تاكلوا احلى كيكه شوكولاته في حياتكم بشهاده كل اللي اكل منها. بألف هنا وشفا وباي باي.